مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنكمل سلسلتنا الشيقة عن نظريات تدمر طفولتك، وهذه السلسلة ستكون عن مسلسل لا تحضرني أنا خائف، وهو مسلسل كرتوني يحمل طابعا فريدا يمزج بين عناصر الرسم المتحركة للأطفال وأسلوب الرعب النفسي والكوميديا السوداء. بدأ المسلسل كمجموعة من الفيديوهات القصيرة على الإنترنت. تبدأ حلقات المسلسل بشكل بريء ومشرق مع دمى ملونة وشخصيات تبدو موجهة للأطفال، ولكن سرعان ما تتحول الأحداث إلى مواضيع مؤلمة ومعقدة. ولكن في هذه السلسلة سنتحدث عن الحلقات الغريبة التي انعرضت على اليوتيوب وليس على التلفاز. كل حلقة تبدأ بموضوع بسيط مثل الحب أو الوقت، ثم ينتقل المشهد في رحلة سريالية تزداد غرابة وإثارة للقلق. فهذا الكرتون غير مناسب للأطفال. وقبل البدء سأوضح لكم هذا البرنامج وأقربكم منه أكثر. لا تحضرني أنا خائف انعرض على اليوتيوب ما بين سنة 2011 إلى سنة 2016 بمجموع 6 حلقات قصيرة، أطول حلقة ب8 دقائق وأقصر حلقة ب3 دقائق، وهذه الحلقات كلها على نفس الرتم. في كل حلقة نشاهد 3 شخصيات رئيسية وهما الرجل الأحمر، البط، والرجل الأصفر. وكل حلقة يكون فيها موضوع غريب، مثل الحلقة الأولى الإبداع، والثانية الوقت، والثالثة الحب، والرابعة الكمبيوتر، والخامسة الأكل، والحلقة السادسة والأخيرة الأحلام. وفي كل حلقة من الحلقات تكون شخصيات عشوائية تعلم الأبطال عن طريق المواضيع. ولحد الآن نلاحظ أن البرنامج تعليمي موجه للأطفال عكس الكلام الذي قلته من قبل، ولكن ما عليك هو مشاهدة الفيديو للأخير لتعرف حقيقة هذا البرنامج. ولنبدأ بالحلقة الأولى وبدون إطالة، فهيا بنا. If you're watching this, then we need your help. What's your favorite idea? الحلقة تبدأ بداية عادية، ولكن الغريب هو أننا نشاهد أن المدرسين بمظهر غريب مثل هذه الحلقة، والمدرس هو الدفتر، والمدرس يعلمهم عن الإبداع. ولكن الشيء الغريب مثلا يسأل الأبطال عن ألوانهم المفضلة، والرجل الأصفر يجاوب باللون الأخضر، وهذا هو رد الدفتر. يرد الدفتر ويقول أن اللون الأخضر غير جميل وليس من إبداعي، وهذا شيء غريب وخاصة بالنسبة لشخص يدرس الإبداع. كما كلنا نعرف أن اللون الأخضر من أجمل الألوان، وهو لون الطبيعة، ويستطيع الإنسان أن يعمل منه أشياء كثيرة. وإذا دمجت اللون الأخضر مع الأحمر والأزرق تستطيع أن تستخرج منهم أكثر من 16 مليون لون. لهذا شيء غريب أنك تقول عن اللون الأخضر ببساطة إنه غير إبداعي. وأيضا لما قال أنه يستعمل الشعر ليعبر عن نفسه، يرد الرجل الأحمر ويعبر عن نفسه، ولكن ما هو جواب المدرس؟ يقول نفس الشيء وكأنه يحاول أن يرسخ له هذه الفكرة بأي طريقة. وعندما الرجل الأصفر يرسم مهرج بكل بساطة المدرس يمنعه ويلقي على رسمته طلاء أسود. ولكن الشيء الغريب في هذه الحلقة يبدأ عندما المدرس قال لهم يجب عليهم أن يكونوا مبدعين، وقال لهم اسمعوا لقلبكم وللمطر وللأصوات الموجودة في رؤوسكم. هنا تبدأ الحلقة تخرج عن السيطرة بعدما تحول الرسم ل 3D، ونشاهد كواليس تصوير مع وجود المخرج والميكروفون وأدوات التصوير. بعدما شاهدنا الكواليس يأتي المطر، وينتقل المشهد لفوضى عارمة وصراخ أطفال وموسيقى مزعجة، والأبطال تبدأ تلعب بالأعضاء البشرية وتأكلها، والأعضاء تتحرك، ووجود مخلوقات غريبة. وفي وسط الفوضى كل شيء يرجع طبيعي، والدفتر يختم الحلقة بقوله الأخير: دعونا نتفق بأن نكون غير مبدعين. والشيء الغريب في هذه الحلقة هو موضوع الحلقة بنفسه، أكثر من أسلوب الدفتر وأكثر من الفوضى العارمة التي حدثت في الأخير، لأن موضوع الحلقة هو تدريس الإبداع، والإبداع لا يدرس بل يعرف. الحلقة الثانية ومدرس الأبطال هو عبارة عن ساعة، ودوره وهو أن يعلمهم الوقت وكم هو مهم، وعن الماضي والحاضر والمستقبل. ولكن الشيء الغريب في هذه الحلقة وهو أنه يعلمهم نفس الشيء ولكن بكلمات مختلفة. مثلا الوقت يمر بخط واحد مع وجود ماضي ومستقبل، مع أنه لم يجاوبهم أبدا عن أسئلتهم، ويركز على عكس الأشياء التي يفكرون فيها. مثلا الرجل الأصفر يقول أن الشجرة القديمة لديها دوائر في داخلها، ولكن المدرس يقول العكس، وأن الشجرة القديمة تموت. ولما البطة تقول أن التفاحة الجديدة طازجة، يجاوب المدرس ويقول أنها تتعفن مع الوقت. أيضا عندما بدأ اللعب بالأوراق يمنع، ويقول له أن في وقت ومكان مخصصين للعب. المهم يكمل في نفس الموضوع وفي نفس الدائرة. الشخصيات تبدأ تسأل أسئلة ويحاول يتجاهلها بشكل واضح، ويستمر في الحديث عن المواضيع الغير مفيدة. وعندما بدأت الشخصيات تجاوب عن أسئلتهم بنفسهم تعصبت الساعة وبدأت بالصراخ. لما تحاول الشخصيات مرارا وتكرارا تفسير أسئلتهم بنفسهم منعهم الساعة بهذه الطريقة. That's just a construct of human perception, an illusion created by... وتعاقبهم بطريقة بشعة، وهي أن تجعل الوقت يمر بسرعة، والشخصيات تتقدم في السن وتتعفن، والشخصيات بدأت تطلب من الساعة التوقف. Make it stop!
وهذا الشيء لأنهم خرجوا عن الإطار ولم يستمروا في تتبع المنهج، مع أن في النهاية كل شيء يعود لطبيعته، ولكن أي شيء حدث من قبل كان حقيقي، لأننا نشاهد أن عين البطة التي وقعت أثناء التعذيب لا تزال على الأرض مع وجود الصور القديمة. وبالنسبة لهذا المدرس من أسوأ المدرسين في هذه السلسلة، والتي اسمها لا تحضرني أنا خائف. في الحلقة الثالثة وأخبث مدرس من وجهة نظري وهي هذه الفراشة، وهو خبيث لأنه يستعمل أسلوب إغواء خطير. وهذه الحلقة تبدأ بشخصيات مجتمعة مع بعضها البعض في الحقيقة، وفي لحظة من اللحظات تأتي فراشة وتبدأ باللعب مع الرجل الأصفر، ولكن البطة تقتلها لأنها وقفت فوق الأكل. وهذا الشيء أثار غضب الرجل الأصفر وذهب ليجلس فوق الشجرة لأنه غاضب. فجأة جاءت فراشة ضخمة لمواساة الرجل الأصفر. فمثلا الآن الفراشة تراعي مشاعر الرجل الأصفر وقالت له أنت حزين لأن العالم مليء كره. ومن بعد يسألوا بكل أدب على عكس الساعة والدفتر الذي كانوا غير مهتمين برأي الشخصيات. That there's so much hatred in the world. I hope you don't mind if I ask you a question. ومن بعد تبدأ الفراشة بالغناء للرجل الأصفر وتقول لماذا تعيش في الحياة وما سبب وجودك في الحياة. كل شيء محيط بك هو عبارة عن خوف وظلام وموت. وهذه أول مراحل، هو أنك تخلق مشاكل في عقل الضحية. والمرحلة الثانية وهي أنك تقدم نفسك أنك أنت الحل لهذه المشاكل. وتبدأ الفراشة بالغناء وتقول رغم كل الاختلاف الموجود بيننا إلى أننا نستطيع العيش في تناغم وحب. والفراشة تبدأ بتقديم الوعود الكاذبة وتملأ قلب الرجل الأصفر بعبارات حب وسلام وسعادة مع أنيميشن حب وقلوب وغيوم. وهنا الرجل الأصفر بدأ يشعر بالثقة تجاه الفراشة، والفراشة بدأت بفصل الضحية عن الناس وقالت له أن العالم يكرهك. وهذا المدرس اختلف في نقطة أخرى عن المدرسين السابقين، وهي يجاوب عن الأسئلة بكل فرح وسرور ولكن بأجوبة معاكسة. فمثلا هذا المشهد الرجل الأصفر يقول أنا جائع، يقول له أنت غير جائع، أنت مصاب بالوحدة. But I'm hungry. No, you're lonely. I can see it in your eyes. I don't understand. Don't worry, you will soon. Come and meet some of my friends. They know all about love. Come. والفراشة تأخذ الرجل الأصفر لمجتمعها ويعلموه عن الحب، والجميع يبدأ بالغناء عن الحب. We love you. You love us too. I love you too, furry boy. Harder. والرجل الأصفر بدأ بالغناء معهم ويقول أنا أحب هذه الشجرة وأحب هذا الغصن. وهنا بدأت تظهر أفكارهم الخبيثة ويمنعوه من أن يقول أنا أحب هذه الشجرة وأحب الغصن، ويقولون له أنك لازم توفر حبك لشخص مميز. وفي النهاية يظهر ملكهم الذي يعبدونه ويربطوا الرجل الأصفر ويغسلون دماغه، وفي النهاية يرجع كل شيء لطبيعته كأي حلقة. والرجل الأصفر يستيقظ على نفس الغصن وكأنه كان حلم، ولكن لتأكيد أن كل شيء حدث كان حقيقي ولم يكن حلم. فلما كان الرجل الأصفر يحلق مع الفراشة البطة والرجل الأحمر رأوه، ولكن قرروا أنهم يأكلون الدجاج وضعوا بيضة مسلوقة للرجل الأصفر. يعني كان هذا مشهدا حقيقيا والفراشة كانت شيء حقيقي وليس حلم. فهذا هو فيديو اليوم، هذا فقط الجزء الأول والتي شاهدنا فيه 3 حلقات فقط من هذه السلسلة. تبقى لنا 3 حلقات في انتظار الجزء الثاني في أقرب وقت إن شاء الله. ولا تبخلوا علينا بتفعيل زر اللايك والاشتراك، وكالعادة خانة التعليقات تبقى لكم. أتمنى لكم البقاء على خير، وكما قلت لكم في انتظار الحلقة القادمة في أقرب وقت إن شاء الله. Peace.